بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة 19 مارس، 9 رمضان. الأيام بتجري بسرعة. يمكن وضحت في الفيديو بتاع امبارح موضوع كده معين، يا ريت بس الناس كلها ترجع تبص عليه. ارجع واقول لك بقى الحل بتاعه ايه، ازاي تهرب من المأزق اللي احنا كلنا محطوطين فيه. مبدئيا كده كلنا بنقع تحت نفس الحصار، سواء رياضيين او غير رياضيين، لان كلنا بشكل او باخر بنفتح التلفزيون او بنفتح الموبايل، السوشيال ميديا في اي توقيت، حتى ولو نص ربع ساعة كده في اليوم. في ناس طبعا بتقعد على الكلام دوت اكتر من كده، ولكن خد بالك، احنا في شهر رمضان. المغريات كتير، وفي ناس سوقها اصلا بداية شغلها او موسم شغلها في رمضان. زي الممثلين والإعلانات والميديا، وطبعا البرامج الخيرية والمش عارف، اتبرع ولو بجنيه واتبرع ولو مش عارف ايه والكلام ده كله. طيب ماشي زي الفل. ازاي اهرب من الحصار اللي انا فيه 24 ساعة في ال 24 ساعة ده؟ مبدئيا رمضان شهر عبادة، مش شهر مسلسلات ولا افلام ولا برامج ولا كلام من ده خالص. فهو رمضان شهر عبادة، صوم وصلاة وقرآن، اكتر من كده مفيش. بجانب طبعا العمل الاساسي اللي انت بتعمله، سواء اذا كنت بتشتغل او لسه طالب. الطالب بيدرس ويذاكر ويتمرن، اللي بيشتغل بيشتغل ويتمرن. شفنا قلت في تمرين هنا وفي تمرين هنا، يعني التمرين ده حاجة أساسية في حياتنا يعني. حتى ولو تمارين بسيطة في البيت، حتى ولو هتتمشى نص ساعة بدل ما تركب مواصلة كده صغيرة، لا اتمشى المسافة الصغيرة دي، هتنشط الدورة الدموية حتى لو انت صايم. الفترة الصعبة في رمضان عدت، اللي هم أول يومين تلاتة أربعة. فترة العزومات، إن أنت مجبر على عزومات معينة بتاكل فيها أصناف معينة، فمش هتعرف تظبط أكلك. دي خلاص عدت الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين. الفترة السهلة هي اللي احنا فيها دلوقتي، اللي اوريدي بدأت خلاص بقالها حوالي 4 5 أيام كده. إن أنت تقدر تنظم أكلك بنفسك، تقدر متحكم في اليوم بتاعك بنسبة مثلا 90% أو أكتر كمان. الحاجة الوحيدة بس اللي انت لازم تاخد بالك منها كويس قوي، ان انت لازم تكون بتشرب كميات مياه كفاية، لازم تكون منظم وقتك بشكل كويس قوي. لان انت لو سبت نفسك من الفطار للتراويح، هتلاقي الوقت جري كده في برنامج او مسلسل واحد بس او حلقتين في حاجة صغيرة، وما بينهما طبعا سيل من سيول الاعلانات. فصباح الفل تلاقي اليوم هرب منك، العشاء اتدنت وراها تراويح، هوب تبص في الساعة تلاقيها 8:30 9. ايه ده انا عايز اذاكر ملحقتش، ده انا عايز اعمل ملحقتش، ده انا عندي مش عارف ايه ملحقتش. ادخل اريح شويه قبل السحور وهصحى بدري اذاكر. تنام تصحى على السحور بالعافيه وانت مش شايف قدامك، تصحى يا دوب تاكل لك لقمه، الفجر بيدن، هوب تركع عايز تنام لك ساعه ولا اتنين عشان تنزل على مدرستك او شغلك، او الناس اللي عندها بيبقى عندها تمرين بعد السحور. الوضع بيبقى صعب جدا لو انت سايب نفسك مش منظم وقتك. فرقم واحد لازم تكون منظم وقتك كويس قوي. رقم اتنين لازم تحافظ على السيستم بتاع الرياضة بتاعك، السيستم بتاع النظام الرياضي بتاعك، النظام الغذائي بتاعك. لان انت كل اللي اختلف توقيتات الاكل. واتكلمنا في النظام الغذائي في اول فيديوهين ثلاثة في البودكاستات اللي عملناها، ازاي تنظم اكلك في رمضان. واتكلمنا عن الانماط الجسمانية كلها، لو انت نحيف عايز تزود، لو انت سمين عايز تخسس، لو انت بس عايز تحافظ على الوزن بتاعك. فردنا كل حاجة من دول في فيديو لوحدها. الحاجة الأهم من كده بقى، إن أنت لازم تحافظ عليها كميات مناسبة جدا من المية علشان جسمك ما يتأثرش. لأن أنت لما بتمارس نشاط رياضي بتعرق، شيء طبيعي جدا، عشان جسمك يحاول يبرد الخلايا بتاعته، وفي نفس التوقيت يخرج الزيادة من المية اللي في جسمك. طب أنا جسمي ما فيهوش مية أصلا، أنا ما بشربش مية كتير، أنا بنسى أشرب، لا ما ينفعش. انت كده بتأثر على الجهاز البولي بتاعك، الكليتين والحالب والمثانة، الجهاز البولي كله، وبالتالي أجهزة الجسم كلها بتتأثر. فمن فضلك ثم من فضلك ثم من فضلك، نظم وقتك، حافظ على تمارينك، طبعا حافظ على عباداتك وصلواتك وكده، وفي نفس التوقيت حافظ قوي 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 على شرب المية. ده يجي في المقام الأول بعد العبادة، شرب المية. لازم 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 تشرب كميات مية مناسبة، ما تقلش عن من 3 ل 4 لتر.
وفي ناس بتستهلك كميات ميه اكتر من كده، بس ده اللي عنده بقى املاح او اللي عنده امراض معينه، يعني ربنا يكفينا الشر. بس على الاقل على الاقل الانسان الطبيعي يشرب 3 لتر ميه في اليوم، 3 ازايز ميه محترمين كبار بما يعادل 3 لتر. خلاص كده تمام. طيب نظمت يومك والدنيا بتهرب منك؟ لا، ما بتهربش منك. مستحيل هتلاقي واحد منظم يومه وهيمشي عليه بالمسطرة بالدقيقة والثانية، بس هتفلت منك 10 دقايق قدام، ربع ساعة ورا، مش عارف ايه بتاع، بس بقدر الإمكان هتبقى ظابط الدنيا، غير اللي سايب الدنيا تمشي كده. كل فطر بيحلي. ده في ناس حتى كمان ما بتلحقش تقوم من على الأكل عشان تصلي المغرب. فتجربتي الشخصية، لا يا باشا، افطر، اكسر صيامك ببق مية أو تمر أو شوربة أو عصير أيا كان اللي عندك في البيت. الحق افطر خلاص كده، وقبل ما تقعد تاكل ادي فرصة لمعدتك نمرة واحد تشتغل على الحاجة الخفيفة اللي انت خدتها، وخش اتوضى وصلي. صليت المغرب، بس يا باشا بعد كده براحتك، بقيت يومك كل براحتك، كمل أكلك براحتك، حتى لو هتقعد تاكل ساعة. العشاء هتخش عليك، ما انت خلاص يا معلم، ما انت مصلي المغرب خلاص، شرعا انت مصلي خلاص، اسقطت الفريضة من عليك وأديت الفرض في ميعاده، تمام زي الفل. تقعد بقى تاكل، تاكل وتقوم تحلي، تاكل وتلعب براحتك بقى، انت حر بقى خلاص، ما انت خلصت الفرض اللي عليك. لكن ما ينفعش واحد يقعد ياكل، طول شويتين في الاكل، في كلمه، في حدوته، في كوبايه شاي، هوب تك العيشه اتدنت وانا ما صليتش المغرب. ما دي مصيبه سود، فوتت فرض في رمضان كمان، دي حاجه يعني مش صح تماما يعني. وفي ناس ما شاء الله عليها بتاكل قلبه وقومه كده في 10 دقايق ولا حاجه، تلاقيها لما السفره وقايمه. في ناس فعلا طبعها كده، وانا شفت ده عملي قدام عينيا، ناس كتيره كده اكلها سريع. آه والحمد لله يعني، دي ما ينطبقش عليهم الكلام ده خالص. بس برضو لازم ارجع واقول لك، تنظم يومك، تنظم حياتك، تشوف، تتارجت لنفسك كده، تعمل لنفسك كده يعني زي وات تو دو كده ليست. ايه اللي تقدر تعمله في اليوم، ترتب كده اولوياتك، هعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ترتبهم وتبدأ تعملهم ان شاء الله. اتمنى اكون الفيديوهات اللي بعملها لكم ديت مفيدة، اتمنى اكون النصايح اللي بديها لكم ديت مفيدة. يا ريت تسيبولي في الكومنتس تحت آرائكم فيها، ويا ريت لو في مقترحات لأي فيديوهات تانية قولولي عليها، لو في أسئلة بتدور في دماغكم اسألوها، وأنا هرد عليها في فيديو مستقل إن شاء الله بإذن الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.